السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية. النهاردة هنعمل فراخ محشية بالخضار او باي حاجة، بالرز زي ما انتوا تحبوا تعملوها. احنا عملنا قبل كده محشية بالرز بالخلطة ساعة ما شويناها في الفرن في الملح. النهاردة هنسلقها عادي خالص، بس هنعمل ايه؟ هنحط جايبه بصل صغير. شايفين البصل ده؟ هتقولوا في بصل بالحجم ده؟ ايوه طبعا، لما تشتري بصل في السوق هتلاقي البصل الصغير، وفي البطاطس الصغيره دي، وفي عندك قطعي جزر في نفس حجم البطاطس والبصل، وطماطميتين كده تقطعيهم. انا جبتهم كلهم. هعمل فيهم ايه؟ وعندي الفرخه غسلاها طبعا، تبلتها الاول تتبيله بدائيه، بحيث ان انا ايه ابدا ان انا اتبلها تبقى ليها طعم مميز كده. هبدا طبعا الخضار اللي عندي هبدا احط عليه ملح، التوابل بتاعتي هبخره كده بشويه ملح، واحط كمان فلفل اسود، واحط كمان ورق لورا. هقلب كل الحاجات دي مع بعضيها، وهعمل ايه؟ هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هبدأ اجيب الفرخة بتاعتي اهو، طبعا قلبت كل الخضار اللي معايا. هبدأ افتح الفرخة كده اهو، انا غسلاها ومنضفاها كويس. هبدأ ان انا احشيها بالخضار زي ما انت بتحشي الرز، زي ما بتحشي اي حاجة. اهو احط ورق اللورا. الخضار لما بيستوي هيبقى طعمه بصراحة هيبقى جميل وتحفة كده اهو. وكمان احنا هنسلق الفرخة، يعني الخضار هيستوي، الفراخ هتستوي، كل حاجة فيها هتبقى ايه جميلة جدا. وابدأ ان انا اعمل ايه للفراخ اهي، اكتفها كده واجيب الناحية التانية. الناحية التانية كده اهو. طبعا انا حاطة على البوتاجاز مية عشان تغلي، عشان اعمل ايه؟ عشان انزل فيها الفرخة بتاعتنا. وادي الحشوة بتاع الفرخة بتاعتنا ما خدتش معانا وقت. شايفين ازاي؟ عايزين طبعا تحطوا حاجة كده اهو في النص كده اهو، مفيش مشاكل خالص. هنشيل الفرخة زي ما هي كده ونحطها في المية اللي بتغلي. وطبعا اول ما تطلع الريمة هنشيلها ونحط بصلة كده وشوية ملح وفلفل وايه، ونسيبها بقى تعيش مع نفسها في السلق بتاعها لغاية ما تستوي، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ادي المية بتغلي، احط فيها الفرخة بتاعتي واسيبها بقى. طبعا الريمة الحاجات اللي هي هتطلع، هي مش هتطلع حاجات كتير، هنشيلها اول باول كده. وبعد كده ايه نحط معانا البصل والحاجات اللي احنا نحطها. شايفين الريمة؟ ادي الحاجات دي. ادي الفرخة بتاعتنا بعد ما حشنا الريمة وحطينا الملح والفلفل والفلفل الاسود يعني والبصلة. هنسيبها بقى نهدي عليها النار لغاية ما تستوي على الاخر، ويلا نشوف هنعمل ايه معاها. انا مجهزة بطاطس مقطعاها عشان اعمل صينية بطاطس، وبصل مع الطماطم مع التوم. ايه ده؟ بصل مع الطماطم مع التوم. هنشوف هنعمل ايه. والتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وبابريكا و7 بهارات. وعندي شوربة اللحمة بالمواسير. شايفين الدهون عاملة ايه عليها؟ كتيرة خالص. ده كيس انا كنت شايلاه. يا ترى بقى نيجي للبصل والطماطم والثوم، حاطينهم ليه مع بعضيهم؟ هنعمل ايه بيهم؟ هنعملهم ايه؟ هنخلطهم مع بعض، عشان في طبعا اولاد زي اولادي كده يجوا ياكلوا ماما بصله، طماطمايه، تومه. فطبعا ان انا اضطر ان انا انزل على الطبق بتاعهم اشيل اي بصل ولا اي توم ظاهر معاهم. فانا هعمل النهارده صينيه البطاطس بطريقه مختلفه، ان انا هخلط كل حاجه كده مع بعضيها ونشوف هنعمل ايه. اخلطها وارجع لكم. ادي الخليط بتاعنا بعد ما جهزناه. يلا بينا على البوتاجاز نعمل ايه.
ادي حاطه الصينيه بتاعتي على البوتاجاز، هبدا انزل بالخليط. ايه ده، من غير سمنه ولا زيت ولا اي حاجه؟ ايوه من غير اي حاجه. هسيبه طبعا يتسبك، وهعمل ايه، هحط معاه التوابل بتاعتي طبعا من غير سمنه او زيت او اي حاجه. ليه؟ لان عندي الشوربه اللي انا هستخدمها شايفين فيها دسامه فظيعه. يعني انا هسحب لكم كده حته دهون كده اهو، شايفين كتير يعني كميه كبيره. فانا ايه ممكن انزل بيها دلوقتي بالدهون بتاعتي، وبعد كده هزود الشوربه. هقلب طبعا. انا ما حطيتش ملح كتير عشان الشوربه فيها ملح، هخليها تتسبك ونشوفها مع بعض. ادي الصلصه بتاع البطاطس اتسبكت معايا كويس. هبدا ان انا انزل بالبطاطس بتاعتي واقلب. ممكن تحطي معاها جزر، تقطعي جزر بيديها طعم ظريف خالص. كده اهو. وهنزل طبعا بالشوربه. تمام. بعد كده بقى اقلبها تاخد غلوه بس، واحطها في الفرن تستوي لغايه ما الفراخ تستوي، وبعد كده نحطها التانية في الفرن. طبعا كده خلصنا من البطاطس ومن الفراخ على البوتاجاز والبطاطس في الفرن. هبدا ان انا اعمل بقى الشوربه بتاعتي اللذيذه. طبعا شايفين لسان عصفور، بس ده ايه، حروف انجليش كلها الاطفال بتحبها. طبعا هنحمره كده، ده هيشجع الاطفال ان هم ياكلوا الشوربه بتاعتهم عشان هيدوروا فيها على الحروف. ويلا بينا نحمرها. حطيت معلقه زبده ساحت. هبدا ان انا احط لسان العصفور بتاعي. هبدا ان انا اقلب زي لسان العصفور العادي بالظبط، يا دوب ياخد لون ذهبي كده وايه جميل. وبعد كده نحط عليه الشوربه. ادي الحروف بتاعتنا، شايفين شكلها عامل ازاي، جميل جدا. ابتدت تاخد اللون الذهبي بتاعنا اهو، شايفين الحروف، الارقام كمان حروف وارقام. وعندي الفرخه بتاعتي يعتبر استوت، بدات تفصل كده. هبدا اعمل ايه، اخد طبعا الشوربه واحطها على العصير. طبعا ايه الكاميرا طبعا شبرت من الشوربه. هبدا ان انا اغطي عليها لغايه ما تستوي. طبعا الفرخه هطلعها، بس انا مش هطلعها دلوقتي، هخليها في الشوربه زي ما هي. هصفي شويه شوربه في الحله عشان اعمل بيها الرز. طبعا مش هحط الفرخه دلوقتي لان البطاطس بتاخد سوا والفراخ يا دوب هتاخد وش وخلاص. هصفي الشوربه وارجع لكم. صفيت الشوربه في الحله اللي هعمل فيها الرز. ايه ده، انت مش هتحمري الرز؟ لا مش هحمره، انا هعمله مسلوق. طبعا الشوربه انا حطيت بس اللي على الوش ده شويه فلفل اسود، لكن فيها الملح وفيها التوابل وفيها كل حاجه. مش هحط عليها سمنه خالص لان في دسامه في الشوربه. فهعمله رز مسلوق. رز مسلوق يعني شوربه؟ لا، هيبقى زي المتحمر بالظبط، يعني مفلفل وحلو وجميل. شايفين الرز اهو، الشوربه بتغلي. هبدا ان انا احط الرز بتاعي بسم الله، الكميه طبعا اللي انت تحتاجيها. هبدا طبعا اقلب الرز كده الكميه اللي تحتاجيها. هيبقى جميل، ما تقلقيش خالص، وهتشوفي النتيجه معايا. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده رز. هغطيه طبعا. اول ما يبتدي ان هو يغلي ههدي النار عليه خالص عشان يستوي على نار هاديه، بيبقى طعمه اجمل واجمل. وطبعا الشوربه خلاص قربت تستوي، هطفي عليها والبطاطس في الفرن. وهبدا ان انا اعمل ادهن الفرخه بتاعتي، ادهنها بشويه صلصه مع زيت مع فلفل اسود وملح، واحطها في الفرن. هنشوف بعد ما نخلص الاكل. الفطار بتاعنا خلص، البطاطس استوت وخدت وش،
وادي الفراخ بتاعتنا دهناها بالصلصه وبالزيت والفلفل والملح. وادي لسان العصفور بتاعنا الحروف، شايفين حروف وارقام شكلها جميل جدا وهتعجب الاطفال. وادي الرز بتاعنا المسلوق بشوربه بس من غير اي دهون، شايفين مش متعجن ولا اي حاجه، مفلفل كل رزايه لوحدها عشان محدش يقول ده هيبقى معجن ولا كده، لا خالص. لو اتبعت الطريقه اللي انا بقولك عليها اهو، وصحي وطايب وجميل. هنغرف ونحضر الوليمه بتاعتنا ونشوف. وادي الوليمه بتاعتنا النهارده والفطار بتاعنا. يا ريت تجربوه وتجربوا البطاطس بالطريقه بتاع النهارده، هتعجبكم. وكل ده ما بياخدش وقت معايا. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.